تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نعمل الشريط هذا بما يخص حمادي جبالي، وصدقوني هذا زمن العار، زمن العار. توا حمادي جبالي يعطينا الثقة، وكونه معناها باش يقود هذه السفينة إلى بر الأمان، لكن ضر بالكاشف، معناها ضر بالكاشف، واستنينا ومعناها أمناش الخبر هذا، ما لا ضر هو حط يده مع الشواطر، هو تحالف مع الشيطان ضد إرادة الشعب. وحمادي جبالي استسلم لعصابة آل القروي على حساب الشعب التونسي. يا حمادي جبالي التاريخ لا يرحم، راك وليت أضحكة قدام الشعب التونسي، وانبطاحك أمام الفساد والمجرمين، راهو الناس كل شالقة بيك. كونه حامد القروي المستشار متاعك، والقروي هذا هو من أكبر الفساد، واليوم يلعبها مصلح. عيب مش فيه، العيب عليك يا سي حمادي جبالي، حطيت يدك وتحالفت مع المجرمة وقطعت طرق، وهذا شيء خطير ياسر. أنت ضد إرادة الشعب وضد الحكومة زادها، إلا باش تحب تاخذ قرارات وتحب تنظف وأنت كل نهار عاقبة قدامهم، وأنت تحط في الأعصاب العجلة، ضد علي العريض وضد محمد عبو، ضد رئيس دولة المرزوقي وغيره من شرفاء تونس اللي يحبوا يخدموا واللي يحبوا معناها ينظفوا. لكن أنت معناها قاعد تآمر على الشعب، وأنت عملت صفقة بينك وبين فلول النظام على رأسها الهادي البكوش وحامد القروي، على خاطر ولد حامد القروي نجيب القروي يعاونك يخرج من الحبس، وقفك على ساقيك. لكن هذا مش مشكل، هذه توا معناها شعب كامل قام بثورة ويحب معناها القصاص من المجرمين، لكن أنت أعطيت ظهرك لهذا الشعب المجيد وباش تاخذ جزائك. واني لي رسالة إلى النهضويين الشرفاء، يجب سحب الثقة من هذا حمادي جبالي، هذه غدر بالثورة وبالقيام الدين الإسلامي الشريف. ما تقولوا لي حد شيء، تو عندي أكثر من عام ونص وأني ندافع عن النهضة، لا كوني لا نهضوي لاني سالف لا حد شيء، والناس كل تعرف لاني أكبر مدافع على النهضة، وكوني لا أنتمي لأي تيار ولا أي حزب، ما عندي حتى إيديولوجية، ويعرفوني الناس كل معناها تونسي شريف. نعاود نقول اسمي رياض العبادي، وطني تونسي، واعتز وأتشرف، ولكن لا أتشرف بهذه الحثلات إلا همها الواحد هو الكراسي والمناصب. ومن موقع هذا نقول لكم لن تمروا يا حمادي جبالي، اللي أعطيناك الثقة وأنت طلعت المرادة عليك، وإن شاء الله معناها تفهم هذه الرسالة وترجع لوعيك قبل ما يفوت الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.